تخيل لو كان نسافروا 340 سنة إلى الماضي، راح نلقوا الجزائر يحكمها رجل من أشجع حكام الجزائر في التاريخ اللي هو بابا حسن. بابا حسن في أول حكمه بعث له ملك هولندا معاهدة سلم، وولت هولندا مؤمنة في البحر مقابل ما تدفعه سنويا من جزية. وكي ولت السفن الفرنسية ترفع العلم الهولندي لمغالطة القوات البحرية الجزائرية، ولوا يطلبوا عليهم الباسبورات ويتحققوا من الأسماء والختم. بابا حسن هو الداي رقم 2، وهو الحاكم الجزائري الوحيد اللي أعلن الحرب على فرنسا، وكان ذلك يوم 18 أكتوبر 1681. وبعث لهذه المهمة 12 فرقاطة كبيرة، وبعد شهر رجعوا له يسوقوا قدامهم 29 سفينة حربية فرنسية، ومعهم أكبر سفينة حربية فرنسية في هذاك الوقت اللي كان على متنها القائد المشهور تونيغيلو غالوا. جابوه مكبل واللي تباع كعبد في الجزائر، ونعرفوا حتى اسم اللي شراه اسمه البحار علي رايس، اللي بقى عنده عامين في الجزائر حتى باعوا بكفالة مالية معتبرة. بابا حسن وباه يتأكد من خضوع ملك فرنسا لأوامره، بعث له مجموعة جزائريين قالوا نطلب منك توصلهم لإسطنبول كمرسولين وترجعهم للجزائر، والملك ما لقاش إلا أنه ينفذ أوامر الحاكم الجزائري. حاولت فرنسا بعدها بعام أنها تدير ردة فعل، فما كان منها إلا أن قصفت العاصمة من مدافع بحرية، وإن أصابت بيوت وقتلت مدنيين، مما زاد من نقم البحارة الجزائريين على كل ما هو فرنسي في البحر الأبيض المتوسط. وفي عام 1682 ملك بريطانيا تشارلز الثاني وقع اتفاقية مع بابا حسن تعتبر الاتفاقية الأكثر إهانة لبريطانيا في تاريخها كله، لأنه الملك اعترف فيها بأن مواطنيه في الجزائر عبيد عند الجزائريين. وظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول مع الملك اللي بعده جيمس الثاني، والملك اللي بعده جورج الثاني، حتى 1729 وين جاء عهد التطور الصناعي في أوروبا والقنابل والمدافع وداروا أسلحة قوية، وحبوا يلغوا هذه الاتفاقية، لكنهم قالوا من سيقدر على الجزائر. وكما مكتوب حرفيا في كتب التاريخ قالوا كأن قوة الجزائر تنتمي لعالم آخر غير عالمنا. بابا حسن في وقت حكمه كل الدول الأوروبية اشترت السلام مع الجزائر بأموال باهظة، ونذكر منها فرنسا والبندقية وإسبانيا والبرتغال والدنمارك ونابولي، وحتى أمريكا اللي اشترط عليها بابا حسن سعر سنوي ما اشترطوش على غيرها، واللي هو 721 ألف دولار في العام. وكانت خزينة الجزائر في حكمه تحتوي على 4 مليون جنيه استرليني. نقولوا رحم الله بابا حسن اللي مات مقتول في الجزائر العاصمة في جويلية 1683، واللي حاليا تحمل اسمه بلدية من بلديات العاصمة. نتمنى تكون هذه إضافة لمعلوماتكم التاريخية.